بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، ان شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى لا اله الا الله. يبقى الذكر بتاعنا هيبقى لا اله الا الله. مش عايزين نغفل عن ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم امين. عايزين باستمرار على لسان ذكر الله في المطبخ كي نخرج من المطبخ بحسنات كثيرة، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين مع بعض النهاردة عملت طبق الفول بالبسطرمة، بسم الله ما شاء الله، طعمه في منتهى الجمال. وجبة فطار او عشاء، وممكن برضو تنفع وجبة غدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض، وما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. اول حاجة هعملها، همسك الفول بتاعي ههرسه كويس جدا. مش بحب اضربه في الخلاط علشان ما يبقاش زي العجين كده، بحب برضو يبقى فيه طعم الفول، فبمسكه اهرسه كويس كده بالمعلقة او بالهراسة. شايفين كده، ههرسه كويس. ما ننساش لا اله الا الله، لا اله الا الله. هجيب بقى طاسة على النار، وهنزل فيها بشوية زيت حلوين كده، ومعايا 3-4 فصوص توم مقطعهم قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وهبدأ احمر التوم بتاعنا. ما ننساش لا اله الا الله، لا اله الا الله. هنزل كمان على التوم بتاعنا دوت. معايا قرن فلفل احمر كده رومي مع قرن فلفل حامي. هنزل بيهم على التومة كده علشان تدبل مع التوم. اللي بيحب الحامي يحطه، واللي مش بيحبه بلاش منه خالص علشان هيبقى الفول حامي جدا. وهبدأ اقلب الفلفل كده مع التومة لما يدبل مع التوم. هبدأ بقى انزل بالبسطرمة بتاعتي. معايا قطعة بسطرمة مقطعاها قطع صغيرة جدا. مش شرط البسطرمة تبقى كتيرة، لو حتى مع قطع صغيرة بس هتديلي طعم جميل للفول بتاعنا. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. كده اول البسطرمة بتاعتنا لونها ما اتغير كده، هقلبها تقلبتين لحد لونها ما يتغير زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انزل بقى عليها بالطماطم بتاعتي، مقطعة طماطمتين قطع صغيرة كده. وهقلب بقى الصلصة. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. هبدأ انزل كمان بالتوابل بتاعتي على الصلصة كده. هنزل بالملح والفلفل الاسمر. هنزل كده بالملح والفلفل الاسمر ومعلقة كمون صغيرة، وهقلب كده كويس. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. وهغطي الصلصة بتاعتنا وهركنها لحد ما تتسبك ونرجع نشوفها مع بعض. شايفين كده ما شاء الله بعد الصلصة بتاعتنا ما اتسبكت. هنزل عليها بالفول اللي انا هرسته كويس، وهقلب الفول مع الصلصة كده. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. وهغطي الصينية بتاعتنا وهسيبها لحد الفول ما يختلط مع الصلصة كده وياخد الطعم الجميل، ونرجع نغرف الطبق بتاعنا مع بعض.
نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين. نغرب بقى الطبق كده زي ما احنا شايفين، طبق الفول الجميل كده ما شاء الله. الفول بالبسطرمة طعمها جميل جدا جدا. جربوا الوصفة، بسيطة جدا وسهلة وما أخدتش وقت وطعمها جميل. تنفع وجبة غدا فعلا، ووجبة فطار، وجبة عشاء. سهلة وجميلة وطعمها جميل. واللي وصل معانا بقى لحد هنا ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.